بتبدأ أحداث المسلسل قبل 3 سنين من الوقت الحاضر، وتحديدا على جزيرة جيجو. في الوقت ده بنشوف إن القوات البحرية ما بيقدروش إنهم يتدخلوا في المعركة، وده لأن الوحوش اللي على الجزيرة ما بيتأثروش بالأسلحة العادية، وعشان كده بيكون في مجموعة من الصيادين هم اللي بيحاربوا الوحوش. والصيادين دول بيكون عندهم قوة سحرية بتخليهم يقدروا يواجهوا الوحوش، وبيكون من ضمن الصيادين مقاتل اسمه المعالج، وبتكون وظيفته إنه يعالج بقوى الشفاء اللي بيملكها أي صياد بيتصاب في أرض المعركة. وبنعرف إن الصيادين بيتقسموا المستويات، ومن الأقوى للأضعف، والمستوى الأقوى بيكون صيادين من المستوى اس، ومن بعدهم بيجي صيادين المستوى ايه، ومن بعدهم صيادين المستوى دي، وبعدين صيادين المستوى سي، واضعف الصيادين هم صيادين المستوى اي. وعشان نفهم الموضوع اكتر بنرجع بالزمن ل10 سنين فاتوا، وتحديدا في اليوم اللي ابتدت تظهر فيه بوابات من ابعاد تانية، وكان بيخرج من البوابات دي وحوش وعفاريت. وقتها ظهر مجموعه من البشر عندهم قدرات سحريه بنسب مختلفه، هم بس اللي كانوا بيقدروا يواجهوا الوحوش ويخلصوا عليهم باستخدام قدراتهم السحريه. ولما بيتم اكتشاف مستوى الصياد بيفضل على نفس الرتبه طول عمره، ومهما حاول انه يطور من قدراته بيفضل مستواه زي ما هو ما بيتغيرش. وبطل حكايتنا النهارده هو ساحر اسمه جينو، ورتبته ايه زي ما قلت لكم قبل كده. المستوى ايه هو اضعف مستويات الصيادين. هو مش بس الصيادين اللي بيتقسموا المستويات، لكن كمان البوابات والمغارات بتتقسم نفس المستويات حسب قوتها وضعف الوحوش اللي فيها. وممنوع ان الصيادين يدخلوا لاي مغاره غير لما عددهم يكون 8 صيادين، وكل مغاره بيكون ليها وحش بيسموه سيد المغاره، والصيادين مهمتهم بتخلص لما بيخلصوا على السيد المغاره، وبعد ما بياخدوا الكنوز اللي في المغاره بيخرجوا منها، وقتها البوابه بتتقفل. وبننتقل للوقت الحاضر عشان نشوف الصياد جينو وهو بيقابل الصياد كيمو قصاد المغاره اللي اتكلفوا من نقابه الصيادين انهم يتخلصوا من الوحوش اللي فيها. ولما سونجا بيوصل الصيادين اللي في المكان بيتنمروا عليه، وده لانه صياد من مستوى ايه ومفيش مهمه اشترك فيها والا هتصاب باصابات خطيره، وده خلاهم يطلقوا عليه لقب اضعف صياد من البشر. وكان بيطمن بارك ان طالما المنظمه طلبت من سونجا انه ينضم ليهم يبقى المهمه بتاعتهم هي مهمه سهله جدا. وبيسمع جينو كل كلامهم وبيكون محبط جدا لانه عارف انهم بيقولوا الحقيقه. ولما جوهي الصياده المعالجه من المستوى بي بتشوف وش جينو هو كله جروح بتتعصب عليه، لانها عرفت ان اخر مهمه اشترك فيها جينو كانت مهمه من المستوى ايه واتصاب فيها اصابات خطيره، وبدل ما يعتذر الصيد هيشارك في مهمه جديده. فبيعرفها انه محتاج لفلوس عشان يصرف على علاج امه ودراسه اخته. وهنا تشول قائد المهمه بينادي عليهم، فبيجتمعوا كلهم قصاد بوابه المغاره وبيدخلوا للبوابه ورا بعض. وجينو بيكون متضايق لان الفلوس اللي معاه ما قدرش يشتري بيها غير سكينه بدائيه، لكنه بيدخل وراهم للمغاره. وفي نفس الوقت بنشوف جوني رئيس منظمه الصيادين وهو بيتكلم مع سكرتيره، وبيعرفوا انه متضايق جدا بسبب اللي حصل في اجتماع الحكومه الجديده، لانهم عاوزين منهم يمنعوا فتح مغارات جديده، وفي نفس الوقت عاوزينهم يسلموا كل الكنوز اللي بيلاقوها في المغارات. وده لان كل وحوش الصيادين بيقتلوا في المغاره بياخدوا من جثته البلوره بتتباع بمبلغ كبير، ده غير المغارات اللي بيكون فيها عدد كبير من بلورات المانا، والصيادين بيكسبوا كتير من بيع الكنوز اللي بيلاقوها في المغارات. وطبعا الحكومه بتقاسمهم في الكنوز دي، ده غير ان جثث الوحوش نفسها بتتحول لاسلحه بتتباع بسعر عالي جدا. وبيعرفوا ان الحكومه عاوزه الصيادين يسلموها عدد اكبر من البلورات لانهم هيحولوها لمصدر طاقه متجدد وامن، وعشان كده الصيادين مهمين جدا للحكومه. وهنا بننتقل للمغاره علشان نشوف جينو هو مبسوط جدا لانه قدر يقتل عفريت وياخد البلوره اللي جواه، مع ان العفاريت هي اضعف الوحوش الموجوده في المغارات. وقتها بيهاجموا عدد كبير من العفاريت فبيتصابوا، وساعتها بارك بيخلص عليهم وبيطلب من جوهي انها تعالج جينو، فبتعالجه. وفي نفس الوقت بيقدر كيمو اللي معاه انهم يخلصوا على سيد المغاره، وساعتها بيكتشفوا وجود كهف تاني جوه المغاره. ولما تشول بياخد رايهم اذا كانوا يدخلوا الكهف ولا يسيبوا المغاره ويمشوا، بينقسموا الفريقين، فريق بيكون عاوز يدخل للكهف عشان ياخدوا منه كنوز اكتر، وفريق تاني بيكون عاوز يخرج من المكان. فبيقرر تشول انه يعمل تصويت، وساعتها الاصوات اللي بتطالب انهم يدخلوا للكهف بتكون اكتر، فبيقرر تشول انهم يدخلوا للكهف. وفي نفس الوقت مجموعه من الشباب بيكونوا في فرع من فروع منظمه الصيادين عشان يعملوا اختبار اكتشاف الصيادين. وساعتها الموظفه بتكلم رئيس المنظمه وبتعرفوا انهم اكتشفوا وجود 3 صيادين بين الشباب، فبيطلب منها انها تختبر كل الشباب اللي بيتقدموا لانه عاوز يلاقي صيادين من المستوى اس زي الصياده تشا هاي، والمستوى اس هو اعلى مستوى بين الصيادين. وفي الوقت ده بنشوف تشا هاي وهي بتهاجم حرامي سرق شنطه بنت، وبتقدر بخفه انها تاخد منه الشنطه وتوقعه من على الموتوسيكل. ولما الناس بيتعرفوا على شخصيتها بيتجمعوا حواليها لكنها بتقدر انها تهرب منهم بسرعه. وفي الوقت ده بيكون جينو والصيادين بقالهم 40 دقيقه ماشيين جوه الكهف، وفجاه بيلاقوا قصادهم بوابه عملاقه، فبيفتحوها وبيدخلوا لقاعه كبيره جدا فيها عدد كبير من التماثيل العملاقه، وبيكون منهم اللي شايل آلات موسيقيه ومنهم اللي شايل اسلحه. وما بين التماثيل دي بيكون في تمثال عملاق على راسه تاج قاعد على كرسي شبه كرسي الملوك. وقتها تشول بيكتشف وجود دايره من الطلاسم السحريه موجوده في نص الاوضه، وفي نفس الوقت بيشوفوا تمثال شايل وثيقه مكتوب فيها وصايا معبد كارتينون، واول وصيه بتكون مجده الملك، وتاني وصيه قدموا احترامكم للملك، والوصيه الثالثه بتكون امنوا بالملك، واللي مش هيلتزم بالوصايا هيموت. وفي اللحظه دي جوهي بتكتشف ان تمثال الملك بيحرك عينيه، وهنا بوابه المعبد بتتقفل. ولما واحد من الصيادين بيحاول يفتح البوابه تمثال من الموجودين جنب البوابه بيتحرك وبيقتله، وساعتها كل الصيادين بيتصدموا وبيفقدوا تركيزهم، لكن جينو بياخد باله ان عين تمثال الملك اتحركت مره تانية فبيحس بالخطر، وبيطلب من الصيادين انهم ينزلوا على الارض، فبينفذوا اللي طلبوا منهم. وبعد ثانيه واحده بتخرج نار من عين تمثال الملك وبتحوط الصيادين وبتقتل واحد منهم.
ومن بعدها بتزيد حالة التوتر بين الصيادين، وتشول بيطلب منهم ما يتحركوش من مكانهم، وبيشكر جينو لان هو اللي انقذ حياتهم. وفي اللحظه دي جينو بيكتشف ان تشول فقد دراعه، وتشول بيعرف انه هيستحمل الالم وبيطلب منه يربط له الجرح. وقتها تشول بيشوف جوهي وهي منهاره، فبيتاكد ان جوهي ضعيفه وده السبب اللي بيخلي منظمه تديها مهمات بسيطه. وفي نفس الوقت بتكون جينو اخت جينو في المدرسه، وساعتها صاحبتها بتسالها عن جينو فبتعرفها انه صياد ضعيف من المستوى اي، ودايما بيرجع للبيت بعد كل مهمه وجسمه مليان جروح. وفي المعبد بيحاول واحد من الصيادين انه يروح ناحيه البوابه، فتمثال الملك بيقتله بالنار اللي بتخرج من عينيه. وساعتها جينو وباقي الصيادين بيتاكدوا ان تمثال الملك ممكن يخلص عليهم كلهم في لحظات. وبيفتكر جينو اول وصال اللي بتطلب منهم يحترموا الملك، فبينحنوا للملك وبيطلب من الصيادين يعملوا زيه. ساعتها تمثال الملك بيقف وبيضحك ضحكه مخيفه، وبيدوس على 2 من الصيادين، وبعدها تمثال من التماثيل بيشق جسم بارك نصين، وجينو بيمسك جوهي من ايدها وبيجري بيها. وساعتها بيكتشف ان التماثيل اللي ماسكه ادوات موسيقيه هي التماثيل الوحيده اللي ما بتقتلهمش، فبيطلب من الصيادين يقفوا جنب التماثيل اللي شايله الات موسيقيه، فبينفذوا اللي طلبوا منهم. وفعلا خطته بتنجح وما بيبقاش فاضل غير تمثال واحد بس، فبيحاول جينو انه يوصل له، لكن تمثال الملك بيوصل لجينو الاول، وللاسف بيدوس على نص جسمه، فبيفقد جينو رجله، وتمثال الملك بيرجع يقعد على كرسي العرش مره تانية. ولما جوهي بتشوف رجل جينو بتنهار وبتحاول انها تعالجه لكنها ما بتقدرش. وقتها كيم بيلوم تشول لانه وافق انهم يدخلوا للكهف. وقتها تمثال الملك بيحرك ايده فبيخرج من تحت الارض صخره القرابين، فالصيادين بيعرفوا ان الملك عاوزهم يضحوا بواحد منهم عشان يسمح لهم بالخروج من المعبد. وساعتها بيقرروا ان تشول هو اللي يكون القربان لانه كان السبب في دخولهم للكهف، وهو بيوافق انه يضحي بحياته عشان يصلح غلطته. وبيروح يقف قريب من صخره القربان، وساعتها شعله نار بتولع جنبه، فبيسال جينو اعمل ايه دلوقتي، فبيطلب جينو من 2 من الصيادين انهم يسندوه ويروحوا بيه عند صخره القربان، فبينفذوا اللي طلبوا منهم. وقتها بتولع 3 شعلات من النار، فبيطلب جينو من كيم وجوهي انهم يقفوا جنب صخره القربان عشان يعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كده، فبينفذوا اللي طلبوا منهم. وقتها بتولع 6 شعلات من النار البارده جنبهم، والبوابه بتتفتح وبيقرب منهم 6 تماثيل. فجينو بيعرفهم ان اللي بيحصل دلوقتي شبه اللعبه اللي كانوا بيلعبوها هم صغيرين، وان لو حد فيهم غمض عينيه او بعدها عن التماثيل هيتقتل. وبيطلب من جوهي انها ما تغمضش عينيها، وهنا واحده من الصيادين بتغمض عينيها وبتجري ناحيه البوابه وبتخرج من المعبد، وساعتها بتنطفي شعله من شعلات النار. فبيعرف جينو ان اللعبه هنا مختلفه، وان مسموح ل5 بس من الصيادين انهم يخرجوا من المعبد ويسيبوا وراهم واحد منهم قربان للملك. وساعتها الصياد التاني اللي ساند جينو بيسيبه وبيهرب، فبيقع جينو على الارض. وهنا كيم بينهار وبيعرف جينو ان عنده عيله لازم يخرج من هنا علشانها، وبيهرب هو كمان من البوابه. وقتها جوهي بتنهار وما بتقدرش تحرك رجليها، وفي اللحظه دي جينو بياخد قراره وبيديلها البلوره اللي خدها من العفريت اللي قتله. وساعتها تشول بيضرب جوهي ضربه بتفقدها الوعي وبيشيلها وبيخرج من المعبد. وفي اللحظه دي التماثيل بتهاجم جينو بعنف وبيقطعوا له دراعه، وبعدها بيحطوه على صخره المذبح. فبيتمنى جينو وهو بين الحياه والموت انه ياخد فرصه تانية للحياه. وهنا بتظهر قدامه اشعار زي اشعارات العاب الفيديو جيم، وبيكون اول اشعار هو انت لاعب ضعيف، انت دلوقتي مؤهل انك تكون لاعب، موافق انك تشترك في اللعبه. وبعدها بيظهر له تحذير بيقول قلبك هيقف في خلال 2 ثانية لو رفضت، فبيقبل انه يشترك في اللعبه. وبعدها بيفوق جينو جوه اوضه في مستشفى، والجروح اللي في جسمه بتكون اختفت ورجله بتكون سليمه، فما بيبقاش عارف ده حصل ازاي. وساعتها بيدخل لاوضته 2 من الصيادين وبيعرفوه بنفسهم على انهم وو رئيس قسم المراقبه في وكاله الصيادين، والتاني بيكون كانج مساعد وو. وبيحققوا مع جينو وبيسالوه عن اللي حصل في المعبد، فبيحكي لهم كل حاجه. وقتها بيعرف ان بقاله 3 ايام فقد الوعي، وان تشول قرر انه يعتزل بعد ما فقد دراعه في المغاره، وان جوهي بتتعالج من الصدمه النفسيه اللي حصلت لها في المعبد. وبيعرفوا ان عملاء من نقابه النمر الابيض راحت للمغاره بعد زمايله ما خرجوا وحكوا لهم على اللي حصل في المعبد، فلقوه مرمي على الارض فقد للوعي، وما كانش فيه اي اثر للمعبد او التماثيل. وبيسالوه لو كان حصلت لاستفاقه تانية اتطورت فيها مهاراته واتنقل بها من مستوى ايه لمستوى ايه، فبيتوتر لانه ما بيبقاش عارف ايه اللي حصل له في المعبد. وساعتها بيعملوا له اختبار القوة، فبيكتشفوا ان قوة جينو هي 10 نقاط قوة، وده بيكون معدل قليل جدا اقل حتى من المستوى ايه، فبيسيبوه يمشوا. وهو بيتصل برئيسه وبيعرفوا ان جينو مستوى قواه ضعيف جدا. وهنا بيجي لجينو اشعار بانه نجح في مهمة شجاعة الضعيف، وبيجي له اشعار تاني بيكون مكتوب فيه تقبل انك تكون لاعب ولا لا. وقبل ما يختار اخته بتوصل وبتطمن عليه، وبعدها بتسيبه وبتروح لمدرستها. وقتها بيجي له 3 اشعارات، اول واحد بيكون مكتوب فيه ان النظام ده بيساعد اللاعب على التطور، والتاني بيكون انه لو فشل في المهام اللي النظام هيديها له هيتعاقب، والتالت بيكون مكتوب فيه انه لو نفذ المهمه المطلوبه منه هيكافئ، وان مهمته المستمره معاه كل يوم هي انه يسعى لانه يكون اقوى ويطور من مهارته. وبيطلب منه انه يتمرن كل يوم تمارين ضغط وجري لمسافات طويله، فما بيهتمش بالموضوع وبينام. وفي نفس الوقت بيطلب مدير وكاله الصيادين الاحمر من الصياده جوهي انها تشارك في مهمه في مغامره من المستوى بي كمعلمه للصيادين ال7 اللي هيكونوا معاه في المغاره. ولما بترفض بيعرفها انهم وكاله من الوكالات ال5 للصيادين، لكنهم محتاجين يطوروا من مهارات الصيادين القتاليه. وفي نفس اليوم بالليل بتظهر بوابه في منطقه هابجيونج، فالشرطه بتحرس البوابه لحد ما الصيادين يوصلوا.
بيظهروا. وفي الوقت ده بيكون جينو نايم على سريره في مستشفى، وساعتها بيجيله اشعار بانه ما نفذش مهمته اليوميه وعشان كده هيتعاقب. وفجاه بيحصل زلزال وبيلاقي نفسه في صحراء في مواجهه وحش عملاق، وبيشوف اشعار بان المهمه دي عقاب وانه لازم يفضل عايش لمده ساعتين. وهنا الوحش بيحاول يهاجمه فبيجري بسرعه، وساعتها بيطلع من تحت الارض عدد كبير من الوحوش وكلهم بيطاردوه، وبيفضل يجري منهم لحد ما الساعتين بيخلصوا. وساعتها بيلاقي نفسه رجع مره تانيه لاوضته، وتاني يوم الصبح بيستعد عشان يبدا تمارين مهمته اليوميه. وبعد 4 ايام بتيجي لجوهي مهمه جديده، وبتعرف ان جينو في المستشفى وقرب يتعافى من الاصابه، فبتروح للمستشفى عشان تزوره. وساعتها بتشوف الممرضات وهم بيتفرجوا على جينو وهو بيتمرن، وبيكونوا معجبين بوسامته وبعضلاته، فبتعرف جوهي انه بقى كويس فبتمشي من المستشفى من غير ما تزوره. اما جينو فبعد ما بيخلص تمرينه بتظهر له الاشعارات، وبيعرف منها انه بياخد نقط زياده بعد كل تمرين، وانه ممكن يخصص النقط دي لاكتساب قدره سحريه جديده. وبتظهر له مكافاه بتكون عباره عن مفتاح لبوابه مغاره افتراضيه في محطه مترو هابجيونج. وهنا بنرجع بالزمن ل4 سنين فاتوا عشان نعرف ان ام جينو فقدت الوعي، وساعتها نقلوها على المستشفى، وعرفوا من الدكتوره ان امه مريضه بمرض نادر جدا اسمه السبات الابدي، والمرض ده ظهر مع ظهور بوابات الابعاد. وعشان يقدر يعالج امه اشتغل في شغلانات كتير، ولما اكتشف ان عنده طاقه سحر الصيادين راح لوكاله الصيادين وتقدم للاختبارات ونجح في انه يكون صياد من الفئه ايه. وقتها اخته كانت خايفه عليه من شغله مع الوكاله لان مهنه الصياد خطيره، لكن قدر يقنعها انه هيشتغل صياد عشان يغطي تكاليف المستشفى. ومن بعدها اشتغل صياد، لكن بسبب ضعفه كان دايما بيكون عقبه في طريق زمايله من الصيادين، ولما ما بيساعدهمش بيرفضوا يتقاسموا معاه الغنائم اللي بياخدوها بعد ما بيقتلوا الوحوش. وبنرجع تاني للوقت الحاضر، وساعتها بيروح جينو محطه المترو بيستخدم المفتاح اللي معاه لفتح البوابه الافتراضيه، ولما بيعدي منها البوابه بتتقفل، فبيعرف انه مش هيقدر يخرج الا لما يقتل سياد المغاره. فبيدخل المغاره وقتها بيهاجم مجموعه من العفاريت، فبيقدر يدافع عن نفسه وبيخلص عليهم كلهم. وهنا بيظهر له الذئب لايكان صاحب الاسنان الفولاذيه، فبيخاف وما بيقدرش يتحرك من مكانه. وقتها لايكان بيهاجمه وبيجرحه، وهنا جينو بيعرف ان لو ما قدرش يتغلب على لايكان بسرعه هيموت، لان مفيش معاه صياد معالج يقدر يعالج جروحه. وفي اللحظه دي جينو بيفتكر ان معاه في النظام مخزن للاسلحه، فبياخد منه سيف له قدرات خاصه بيضرب بيها لايكان فبيقتله. وهنا بيظهر له اشعار بيعرفه انه مستواه ارتفع لانه قتل لايكان. وهنا بيظهر ذئاب من اتباع لاكي وبيهاجموا جينو، فبيسحب سيفه وبيضربهم بيه، وبيقدر انه يقضي عليهم، واخر ذئب بيهرب من قصاده. وهنا بتظهر له اشعارات النظام وبيكون مكتوب فيها انه اترقى للمستوى الثاني، وساعتها بيكتشف ان جراحه كلها اتعالجت، فبيعرف ان القتال الحقيقي بيرفع من درجاته وقواه، بعكس المهام اليوميه اللي ما بياخدش منها غير نقط بتتحول لمكافآت يوميه. وبعد ما يقدر ياخد ناب من جثه الذئب بيبيعه على النظام، فبياخد بيه 20 قطعه ذهبيه. وهنا بيظهر له عدد كبير من الذئاب فبيهاجمهم وبيقدر انه يتغلب عليهم كلهم. وقتها بيجي له اشعار انه بقى صاحب لقب مغتال الذئاب، وكل قدراته زادت بنسبه 40% بعد ما جمع 34 ناب من الذئاب اللي هزمهم. وكمان خد حجر هيساعده انه يتنقل من مكان لمكان في لحظات كمكافاه لانه انجز مهمته. وهنا بيكون قدام جينو انه يخرج من المغاره عن طريق قدره الحجر، لكنه بيصمم انه يكمل ويقضي على سيد المغاره عشان يزود قدراته. وفي نفس الوقت موظف من الوكاله بيتصل بشيهو وبيعرفها ان ختم البوابه اتكسر والوحوش خرجت من البوابه، وبيطلب منها انها تنضم للصيادين اللي بيحاولوا يقضوا على الوحوش. ولان قوه جينو زادت بيقدر انه يعرف مكان سيد المغاره، وبيتفاجئ انه تعبان ضخم جسمه مصنوع من الفولاذ الازرق، وبيعرف ان النظام اسمه كاسكا الازرق. ولما بيحاول جينو انه يضربه بالسيف اللي معاه نصل السيف بيتكسر، فبيهاجمه بالجزء اللي فاضل من السيف، لكن كاسكا بيكون قوي جدا وبيضرب جينو بعنف. وفي اللحظه دي بيفتكر جينو كل الصيادين اللي كانوا بيتنمروا عليه، وبيفتكر ان هو كان السبب في انقاذ حياه 5 صيادين في المعبد. وساعتها بيقرر انه مش هيكون ضعيف تاني ومش هيسمح لحد انه يقلل منه. وبيفتكر الملك الحجري الضخم وقد ايه كان مرعب ومخيف، وساعتها بيعرف انه يقدر يقضي على كاسكا بايديه من غير ما يستخدم اي سلاح. وهنا قوته بتتضاعف وبيهاجم الوحش بايديه من غير سلاح، وبيقدر يغرز ايديه جوه جسم كاسكا وبيخلص عليه. وهنا بنشوف ان جينو شكله اتغير وقوته زادت، وبيقول اشعار بانه قضى على كاسكا التعبان الضخم صاحب النمر السام. وبيظهر له خنجر مصنوع من انياب كاسكا المسمومه، ونصله ليه قدرات سحريه، وبيعرف ان اي حد هيتعرض من الخنجر ده هيموت بسبب مفعول السم. وبيكتسب مكافاه وهي ازازه فيها سم كاسكا، لو شرب منها يقدر يعالج نفسه بنسبه 20%، لكن عضلات جسمه هتتضر بسببه. وهنا المغاره بتختفي وبترجع محطه المترو لشكلها الاصلي، وبيطلع جينو من محطة المترو، وساعتها ظابط بيشوفه لما بيعرف ان الصياد بياخده عند البوابة اللي الوحوش خرجوا منها، وبيعرفوا ان الصيادين يقدروا يقضوا على كل الوحوش وما بقاش فاضل غير سيد المغارة اللي مش قادرين يخلصوا عليه. ولما جينو بيوصل للمكان بيشوف صيادين من مستويات ضعيفة وهما بيحاولوا يخلصوا على سيد البوابة، لكن بيكون حوالين جسمه درع حماية عشان كده ما بيقدروش يهزموه. وهنا جينو بيرمي نصل سيفه المكسور على جدار الحماية اللي حوالين الوحش، فالجدار بينهار والصيادين بيقدروا يخلصوا عليه. وتاني يوم بيكون جينو بيتدرب في المستشفى، والممرات بيتفرجوا عليه وهو بيتدرب وبيكونوا معجبين بيه جدا لان جسمه بقى رياضي جدا بسبب التمارين. وفي نفس الوقت يونهو اللي بيكون واحد من الصيادين السبعه اصحاب المستوى اس، اعلى مستوى من الصيادين في العالم، في لقاء تلفزيوني، وساعتها المذيعه بتساله عن حياته الشخصيه، فبيعرفها انه وهب كل حياته لمهنه الصيد.
وفي نفس الوقت بتكون جين في البيت، ولما جينو بيصحى من النوم بتلاحظ ان شكله متغير، فبتسأله اذا كان بيتمرن، فبيعرفها انه بيعمل تمرينات بسيطة كل يوم عشان يطور من مهاراته. فبتعرفه انها هتروح المدرسة، وبعد ما بتخرج من البيت بيجيله اتصال من صاحب البيت فبيطالبوا فيه بدفع الايجار، فبيحولوا الفلوس من المكافآت اللي استلمها بعد ما باع انياب الذئاب اللي قتلها. وبعدها بيقرر انه ما يعرفش حد بالقدرات الجديدة اللي عنده، وبعدها بتجيله رسالة من هوان قائد فرقة خاصة من الصيادين عشان ينضم لفريقه، فبيروح له عند البوابة، وساعتها اعضاء الفريق الخمسة بيتنمروا على جينو بسبب لقبه بانه اضعف صياد في العالم. فهوان بيعتذر لجينو وبيعرفه انه طلب منه الانضمام لفريقه عشان عددهم يكمل 8، وبيأكد له انه مش هيتقاسم معاهم الكنوز اللي هيلاقوها جوه المغاره، لكنه هيديله 2 مليون وبيطلب منه يمضي عقد بكده. فبيوافق، وقبل ما يمضي على العقد بيسأله عن المعالج اللي في فريقهم، فهوان بيعرفه ان المعالج بياخد مبالغ كبيره وهم فريقهم خاص وما يقدروش يدفعوا له، عشان كده مفيش معالج في فريقهم، وبيطلب منه يطمن لانه مش هيقاتل معاهم. وساعتها بيمضي جينو على العقد، وبيعرفوا انه في صياد تاني من الرتبه دي هيكون معاه، وان برضه كمالة عدد. وساعتها يو بيوصل، ولما بيشوف الدرع والسلاح اللي مع يو بيعرف انه ابن راجل غني، وبيدخلوا كلهم للمغاره وما بيبقوش عارفين الوحوش هتهاجمهم من اي طريق. وفجاه جينو حس ان في وحوش حشرات هتهاجمهم، وعرف كمان انهم هيخرجوا من فتحه النفق اللي فوق راسهم، فحذر الصيادين، فقدروا انهم يدافعوا عن نفسهم ويخلصوا على كل الوحوش. وجينو كان بيراقبهم، ولانهم منظمين جدا في القتال قدر يعرف ان بقالهم فتره كبيره فريق واحد. وبعد ما خلصوا على الوحوش فضلوا يدوروا على سيد المغاره لحد ما لقوه نايم جوه غرفته مليان بالبلورات السحريه. وساعتها هوان سأل واحد من فريقه على معدات الحفر اللي هيطلعوا بيها البلورات السحريه من الارض، فعرفوا انه نسيها في العربيه. وساعتها هوان طلب من جينو ويو انهم يفضلوا في المكان لحد ما هو وفريقه يروحوا يجيبوا معدات الحفر ويرجعوا لهم. وقتها جينو بيحس ان في حاجه مش طبيعيه، واحساسه بيتاكد اكتر لما هوان بيخلي صياد من فريقه اسمه كيو يسد بوابه غرفه الزعيم. وفي نفس الوقت بيكون يو متوتر جدا بعكس جينو اللي بيتكلم معاه بمنتهى الهدوء، وبيعرفوا ان هو اللي هيقضي على الوحش. فيو بيتصدم لان جينو المفروض انه صياد من المستوى ايه، وسيد المغاره وحش من المستوى دي، وبيعرفوا انه صعب يقدر يخلص عليه. وفي اللحظه دي الوحش بيصحى من النوم وبيقرب منهم، فجينو بيطلع خنجره وبيستعد لمقاتله الوحش. وفي نفس الوقت هوان بيعرف فريقه انهم هيرجعوا للغرفه بعد مده قصيره، وساعتها هيكون الوحش خلص على جينو ويو ورجع نام تاني. وقتها هم هيدخلوا الغرفه من ممر سري شافوا في الغرفه، وهياخدوا البلورات وهيخرجوا تاني من نفس الممر. فواحد من الصيادين بيسأله لو لقينا سيد المغاره خلص على جينو ويو ولسه صاحي، فبيعرفوا انهم وقتها هيضطروا يقتلوه. وفي الوقت ده بيهاجم جينو الوحش بالخنجر اللي معاه، لكن الخنجر ما بيقدرش يخترق جسم الوحش اللي بيهاجم جينو بعنف، لكن جينو ما بيستسلمش وبيزود من سرعته، وبيهاجم الوحش اكتر من مره بشجاعه. فبيتصدم يو من سرعه وقوه جينو، وبيتاكد انه مش صياد من المستوى ايه. وبالرغم من ان جينو بيكون سريع جدا في هجماته، الا ان الوحش بيقدر يضربه بعنف وبيتسبب له في اصابات كتير. فبيستخدم جينو اكسير الشفاء من المتجر، وبيقدر يستعيد لياقته في لحظات، وبيهاجم الوحش مره تانية وبيغرز الخنجر في عينيه اكتر من مره لحد ما الوحش بيقع ميت. وفي اللحظه دي يو بيكون مرعوب من جينو، وبيطلب منه يعتبره المساعد الشخصي ليه. وهنا هوان وفريقه بيظهروا عند المدخل السري، ولما بيشوفوا الوحش ميت ما بيبقوش مصدقين انهم يقدروا يقتلوه، وطبعا بيتوقعوا ان يو هو اللي قتله. فهوان بيعرف يو انه هيعفي عنه وهيتقاسم معاه البلورات السحريه في مقابل انه يقتل جينو. ولما بيرفض ينفذ اوامره هوان بيدي امر لكيو انه يقتل جينو. وفي اللحظه دي النظام بيبعت اشعار لجينو بيعرفوا انه مهمته الجديده هي قتل هوان وفريقه، ولو رفض قلبه هيقف. وهنا جينو بيعرف ان النظام عاوز يكون قوي عشان يرقيه لمستوى اعلى، وان هوان واللي زيه من الصيادين ما يفرقوش حاجه عن الوحوش. وفي الوقت ده كيو بيقرب من جينو عشان يقتله، فبيقدر جينو انه يتخلص منه في لحظات وسط ذهول من هوان وفريقه. ومن بعدها كل واحد منهم بيهاجم جينو وبيخلص عليه لحد ما بيفضل هوان لوحده، وبيفضل يترجى في جينو عشان ما يقتلهوش، وبيعرض عليه انه يسيب له كل البلورات اللي في الكهف وفوقهم كل ثروته، لكن جينو ما بيهتمش بعرضه. وساعتها هوان بيعرفوا ان اخوه الكبير يبقى اقوى صياد في العالم وانه هينتقم لموته، وهنا جينو بيخلص على هوان. وفي اللحظة دي المغارة بدأت تنهار، فهم الاتنين خرجوا من المغارة. وبعدها بنشوف جينو ويو وهم مع موظفة من قسم مراقبة الصيادين، وبعد ما بتسمع شهادتهم بتكون مستغربة جدا لأن 6 صيادين من المستوى دي ماتوا في المغارة، وجينو صياد من المستوى اي ومعاه يو صياد من المستوى دي هم اللي قدروا يخرجوا من المغارة من غير أي إصابات. وتاني يوم لما وو رئيس قسم المراقبة في جمعيات الصيادين بيشوف تقرير اللي حصل في المغارة بيستغرب إن جينو ويو هم بس اللي نجوا من المغارة. ولما بيشوف صورة جينو في الملف بتاعه بيفتكر ان هو ده الصياد اللي كان السبب في انقاذ حياة 5 صيادين في المعبد، وده معناه انه خرج حي من مغارتين مات فيها صيادين برتب اعلى بكتير منه، فبيقرر انه يدور وراه. وفي نفس اليوم بالليل بيرجع جينو للبيت وهو معاه اكل جاهز، وبيعرف اخته انه عازمها على العشاء وانه كمان سدد مصاريف المستشفى.
ولما بيحاول ياكل معاها بيجيله اشعار من النظام بيعرفوا ان الاكل ده مش صحي ومش لازم ياكل منه، فبيسيب اخته وبيدخل لاوضته وبيفضل يفتكر في كل اللي حصل له. وفي نفس اليوم بالليل اخته بتصحيه وبتعرفه ان في واحد اسمه يو عاوز يكلمه، وبعدها بنشوف جينو وهو مع يو في كافيه، وساعتها يو بيعرفوا ان ابوه رجل اعمال كبير وقرروا انه يفتح وكاله جديده للصيادين، وبيعرفوا ان ابوه هيشغل عنده صيادين من المستوى اس. فجينو بيعرفوا ان البلد كلها مفيش فيها غير 7 صيادين بس من الرتبه اس، وكلهم بيشتغلوا مع الوكالات التانية، وبيعرفوا انهم لو ناويين يغروا صيادين مستوى اس بمبالغ اكبر عشان يشتغلوا معاهم هيكونوا عداوات مع الوكالات اللي الصيادين بيشتغلوا فيها. فيو بيعرفوا ان دي مشكله ابوه مش مشكلته هو، وبيفهموا ان ابوه عاوز يخلي اخوه الكبير هو رئيس الوكاله، لكن هو اللي عاوز المنصب ده، وعشان يقدر يديرها قانونيا لازم يكون شارك في القضاء على وحوش 20 مغاره، وبيعرفوا انه مش هيقدر يعمل كده لوحده، عشان كده عاوزه يساعده ويوظفه عنده لحد ما يخلصوا على وحوش 19 مغاره، بما ان المهمه اللي فاتت كانت مهمته الاولى. وبيعرفوا انه لو عاوز يزود مهارته بانه يقتل وحوش المغارات فالفرصه دي هتكون مناسبه ليه جدا، لان معاها يقدر يزود مهارته من غير ما حد يكشفه. وبيوعدوا انه لو وافق مش هيتكلم ويعرف حد ان حصلت له استفاقه وما بقاش صياد من المستوى اي، وبيوري له شكل المبنى اللي هيكون مقر للوكاله، وبيعرفوا انه يساوي 30 مليار، وبيعرض عليه انه يديله 30 مليار مقابل 19 مهمه في مغارات من المستوى سي، لكن جينو بيرفض وبيسيبه وبيمشي. وفي نفس اليوم بالليل الصياد هوانج اخو الصياد هوان اللي جينو قتله بيطلب من سكرتيرته لورا انها تجيب له كل المعلومات عن الصيادين اللي خرجوا من المغاره اللي اخوه مات فيها، فبتديله المعلومات اللي طلبها منها، وساعتها بيسألها عن العقوبة اللي هيواجهها لو قتل صياد من بلد تانية، فبتعرفوا ان لو في معاهدة تسليم الصيادين المجرمين من البلد دي والبلد اللي هو عايش فيها هتتحاكم هناك، ولو مفيش المعاهدة دي هيتحاكم في البلد اللي هو عايش فيها، وساعتها هياخد حكم مخفف، فبيطلب منها تحجز له طيارة لكوريا، فبتعرفوا انه هيخسر مبالغ كبيرة لو سافر دلوقتي، فبيطلب منها تأجل كل مواعيده الشهر الجاي لانه هيسافر لكوريا عشان ياخد بطار اخوه. وتاني يوم بنشوف جينو وهو بيتمرن مع اخته على الجري، وبيكون جينو اسرع منها بكتير لدرجة انه بيسبقها بمسافة كبيرة، ولما بتوصل له بتكون تعبت جدا، وساعتها بيعرفها انها بقت بطيئة لانها ما بتاكلش اكل صحي، وبيجري مرة تانية وبيبعد عنها. ولما وقت الجري اللي حدده له النظام بيخلص بيقعد عشان يرتاح، وساعتها مكافآته من النظام بتكون مفتاح، وبيجيله اشعار بيعرفه ان المفتاح ده هو مفتاح مغارة الشياطين، ولو قدر يتغلب على الوحش اللي جوه المغارة هتكون مكافئته اكسير الحياة اللي بيشفي اي مرض. وفي نفس اليوم بالليل بيزور امه، وقتها بيقرر انه يستخدم اكسير الحياة علشان يشفي امه من مرضها، وبعدها بيروح للمكان اللي النظام حددهوله، ولما بتظهر البوابة بيستخدم مفتاح المغارة، ولما بيدخل للمغارة بيكتشف انها حرفيا قطعة من الجحيم، والنار بتكون محوطة من كل مكان، فبيطلع حجر الانتقال بالوقت، وبتكون خطته انه يتنقل بيه من المغارة لمكان تاني لو ما قدرش يهزم الوحش، وبعدها رجع الحجر اللي جيبه. وفي اللحظة دي ظهر الوحش كربيروس حارس بوابة الجحيم، وكان وحش ضخم ب3 رؤوس، وبالرغم من ان شكله كان مرعب جدا الا ان جينو ما خافش منه وطلع خنجره وهاجمه بيه، لكن الوحش ما تاثرش بطعنات الخنجر وهاجم جينو بعنف، وعداد نقط حياه جينو بدا يقل واتصاب باصابات خطيره، فاستخدم قدره الشفاء بالكامل وعالج جراحه بسرعه وهاجم الوحش، لكن الوحش ضربه بعنف، فاستخبى واشترى من المتجر 3 قوارير شفاء رجع بيهم جزء من صحته، وبعدها هاجم الوحش مره تانيه، لكن الوحش كان بكامل قوته وقدروا انه يمسك جينو بين انيابه، وقبل ما يبلعه فضل جينو يضربه بالخنجر لحد ما خلص عليه. وهنا النظام بعت له اشعار عرفه فيه ان مستواه ارتفع عالج كل الجروح اللي في جسمه، لكنه وقتها كان فقد اكتر من نص قوته، واستلم بعدها مفتاح بوابة قلعة الشيطان، ووصفوا اكسير الحياة كمكافأة ليه من النظام، وقدر يعرف ان مكونات اكسير الحياة موجودة جوه قلعة الشيطان، لكنه قرر انه يخرج من المغارة ويرجع مرة تانية لما يكون بكامل قوته. وتاني يوم جينو راح ليو وعرفه انه موافق على طلبه، بشرط ان هما اللي ينهوا المغارات اللي هيروحوها وبدون مساعدة الفريق اللي معاهم، وده طبعا لان هو اللي هينهي على الوحوش لوحده عشان مستواه يزيد ويكون مؤهل لانه يدخل لقلعة الشيطان، فوافق يو على طلبه. وفي نفس الوقت بيروح موظف في شركة يوجين اللي بيملكها أبو يو للصيادة تشاهاي، وبيعرض عليها إنها تنضم لوكالته الجديدة في مقابل ضعف الفلوس اللي بتاخدها من وكالتها. وبعد شوية وقت بيكون يو مع أبوه في العربية، وساعتها أبوه بيعرفه إن الصيادين هم اللي بيتحكموا في اقتصاد البلد عن طريق الكنوز اللي بيلاقوها في المغارات، عشان كده لازم ينجحوا في إنهم يضموا أمهر الصيادين لوكالتهم الجديدة. وفي نفس الوقت بتيجي رسالة لجينو من وكالة الصيادين بيطلبوا منه فيها انه يشارك في مهمة في مغارة من المستوى دي، فبيتضايق لانه مش هيقدر يظهر مهارته قصاد باقي الصيادين اللي هيكونوا معاه في المهمة. وبنروح لتشول عشان نشوفه هو بيدرب واحد من تلاميذه على المبارزة بالسيف، وبيقدر انه يتغلب عليه، وساعتها تلميذه بيعرفوا انه مبهور بأدائه بالرغم من انه دراعه مقطوع،
وساعتها بتيجي نفس الرسالة اللي جت لجينو لتشول، فتلميذه بيسأله عن السبب اللي خلاه يتراجع عن قرار الاعتزال، فبيعرفوا انه قرر يستخدم مهارته في خدمة البشرية لحد اخر يوم في عمره. وهنا بننتقل للصياد كيم اللي مراته بتطلب منه ما يشاركش في المهمة دي لانها خايفة عليه من بعد اللي حصل له في المعبد في اخر مهمة ليه، فبيرفض لانهم محتاجين للفلوس، وبيوعدها انه هيرجع لها هي وبناتهم قريب جدا. ونفس الرسالة بتوصل لجينهي، فبتكون مترددة انها تقبل المهمة بسبب اللي حصل لها في المعبد. وفي مقر وكالة الصيادين بتروح تشاهاي تبلغ رئيس الوكالة ان موظف من شركة جينهو طلب منها انها تشتغل معاهم في وكالتهم، وده بضعف مرتبها الحالي، لكنها رفضت، فبيشكرها لانها رفضت تسيبهم. وبيحكي لها انه اتكلم مع الصياد يونهوف انهم يكونوا فريق من اقوى الصيادين ويرجعوا مرة تانية لجزيرة جيجو اللي اتهزموا فيها واتقتل فيها على ايد الوحوش عدد كبير من الصيادين. وفي الوقت ده بيتقابل تشول مع جينو عند بوابة المغارة، وبعدها بيتفاجئوا ان كيم وجوهي وكان اللي كانوا معاهم في مهمة المعبد هما كمان هيشاركوا معاهم في المهمة. وبعدها وصل صياد من قسم المراقبة في جمعية الصيادين اسمه كانج، وبيكون معاه 3 صيادين مساجين. ولما جينو وباقي الصيادين بيعترضوا على وجود الصيادين في الفريق، موظفة الوكالة بتعرفهم انهم هنا عشان يكملوا الفريق بس، وانهم هيكونوا تحت حراسة كانج مراقب في وكالة الصيادين، والحكومة سمحت لهم بالمشاركة في المهمة لان في نقص في عدد الصيادين، ومقابل مشاركتهم في المهمة الحكم هيتخفف عنهم. وبعدها بيختاروا ان تشول يكون قائد المهمة لانه اكبرهم سنا، وبيدخلوا كلهم للمغارة وبيقتلوا عدد كبير من العفاريت. وبعدها بيلاقوا قصادهم 3 كهوف، فبيقرروا انهم يتفرقوا. وساعتها بيقدر جينو انه يعرف الكهف اللي بيوصل لسيد المغارة، فبيختار كهف من الكهوف وجوهو وتشول بيروحوا معاه، وكيم وكان بيدخلوا للكهف التاني، وكانج والمساجين ال3 بيدخلوا للكهف التالت، وبيقابل فريق كيم عفاريت فبيخلصوا عليهم. وفي الوقت ده بيرجع كانج بالزمن للماضي عشان يفتكر لما واحد جاله وقال له ان ال3 مساجين دول اغتصبوا بنته وخلوها تنتحر، ومراته بعدها تعبت وماتت من حزنها على بنتها. وبيعرفوا ان المجرمين دول عملوا اتفاقية مع الحكومة وهيتخفف عنهم الحكم، وهيخرجوا مرة تانية عشان يكرروا جريمتهم، وده مش عدل، وقدم له مبلغ كبير في مقابل انه يقتلهم. وبنرجع تاني للوقت الحاضر، وساعتها بنشوف كانج وهو بيعرف المساجين بانه هيقدم تقرير للوكالة بان هما ال3 هاجمهم 100 عفريت في نفس الوقت وماتوا هما بيقتلوهم. وبعد لحظات بيوصل كيم وزمايله للكهف، وبنشوف كانج هو بيقتل اخر واحد في المساجين. ولما كيم بيسأله انت بتعمل ايه، بيخلص على المسجون اللي فاضل، وبعدها بيروح ناحية كيم. وفي اللحظة دي جينو بيسمع صوت كيم وهو بيصرخ، فبيجري هو واللي معاه ناحية مصدر الصوت، وساعتها بيشوفوا المساجين وكانوا هما مقتولين وكيم بيكون بين الحياة والموت. فتشول بيجري عليه وبيطلب من جوهي انها تعالجه، لكنها ما بتقدرش. وساعتها تشول بيعرف ان الجروح اللي في جسم كيم مش بسبب الوحوش. وهنا كيم بيعتذر لجينو لانه سابه في المعبد وهرب، وبعدها بيموت. وهنا كانج بيهاجم جوهي بالخنجر، فجينو بيمسك ايده قبل ما يطعنها بلحظات. وساعتها كانج بيتفاجئ بسرعة رد فعله، وبيعرفهم انه هيكتب في تقريره ان المساجين هم اللي قتلوهم، وبعدها حاولوا انهم يقتلوه فدافع عن نفسه وقتلهم. وهنا بيقرر جينو انه ينتقم منه، فتشول بيعرفوا ان كانج اقوى منه وعشان كده هو اللي هيبارزه بنفسه، وبيرفع سيفه وبيهاجم كانج. فبيرفع كانج خنجره وبيبارز تشول، وبيتفاجئ بمهارته في استخدام السيف، لكن كانج بيكون اقوى منه بكتير وعشان كده بيقدر يسيبه في دراعه. ولما جوهي بتحاول تعالج تشول كانج بيهاجمها، فتشول بيدافع عنها وبيهاجم كانج، لكن بعدها كانج بيقدر انه يتغلب على تشول. وقبل ما يقتله بلحظات جينو بيتدخل وبيصد ضربته، وساعتها كلهم بيستغربوا من قوة جينو. وكانج بيعرفوا انه مستحيل يكون صياد من الفئة ايه، وانه اكيد حصلت له استفاقة. وساعتها تشول وجوهي بيتصدموا، وكانج بيطلع خنجر تاني وبيستعد عشان يهاجم جينو بخنجرين مش بخنجر واحد. وهنا جينو بيسأله ليه عملت كده، فبيعرفوا ان عيلة ضحية من ضحايا المساجين طلبوا منه انه يقتلهم، وبيأكد له انه عذب كيم وكان قبل ما يقتلهم لانه بيستمتع بقتل البشر. وهنا جينو بيهاجموا، والاتنين بتكون سرعتهم خارقة في القتال، لدرجة ان تشول ما بيبقاش مصدق ان اللي بيهاجم كانج يبقى جينو اللي هو يعرفه. ولان قوتهم بتكون متساوية، النظام بيبعت اشعار لجينو بيطلب منه في انه يخلص على كانج. ولما بيهاجمه بيتفاجئ ان كانج بيملك قدرة التخفي، وبيهاجم جينو من غير ما جينو يشوفه، وبيجرح جينو في رجله. فبيستخدم جينو قوة الشفاء وبيقدر يعالج نفسه، وبعدها بيضاعف قوته وبيقدر انه يتصدى لهجمات كانج وهو متخفي. وبعدها بيطعنه، وقبل ما يموت بيسأله انت مين، فبيعرفوا انه صياد بيتطور مع كل معركة بياخدها. فكانج بيأكد له ان ظله متصل بالظلام، وده معناه ان قوته المظلمة هتزيد، وبيحذره ان في حد بيراقبه من اعماق الجحيم. وبعدها بيموت، فبيجيله اشعار انه اتنقل لمرحلة اعلى، وان مكافئته هي حجر التخفي اللي بيديله قدرة انه يكون خافي في القتال. وبعدها بيخرجوا من المغارة،
ولما وو بيوصل بيكون عارف ان كانج خانهم، وبيتفاجئ ان جينو مع الاتنين اللي خرجوا من المغاره بعد اللي حصل. ولما بيسالهم مين اللي قتل كانج، تشول بيعرفوا ان هو اللي قتله. وقبل ما وو يمشي بيحذر جينو ان اخوه هوان بيدور عليه عشان ينتقم لاخوه. وفي نفس اليوم بالليل بيكون جينو مع جوهي، وساعتها بتعرفوا انها سعيده جدا لانه بقى بالقوه اللي شافتها في المغاره، وبتاكد له انها قررت تعتزل وترجع تعيش مع اهلها، وبتطلب منه لو لقى نفسه قريب من بيت اهلها يجي يزورها. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وتاني يوم جينو بيقابل يو، ساعتها بيشوف مجموعه الصيادين اللي هو اختارهم، وبيكون باين عليهم كلهم انهم مش مؤهلين انهم يكونوا صيادين. فيو بيعرفوا ان كلهم معاهم رخصه الصيد، وان اختارهم مشردين ومالهمش اهل عشان يقدر يسيطر عليهم بالفلوس اللي هيديها لهم. وبعدها بيلبس يو درع وخوذه وبيستعد عشان يدخل للمغاره مع جينو، اللي بيتصدم لما بيشوفه وبيطلب منه انه يتخلص من الدرع لانه هيتقل حركته. فبينفذ اللي طلبه منه. قبل ما هما الاثنين يدخلوا للمغاره بيعرفوا الصيادين انهم هيدخلوا للمغاره لوحدهم، وان كل اللي عليهم انهم يستنوا قصاد بوابه المغاره في مقابل 3 ملايين هيدفعوا ضعفهم للوكاله لو عرفوا اي حد تفاصيل شغلهم. وبيدخلوا هما الاثنين لاول مغاره، وبعد ما جينو بيخلص على الوحوش اللي فيها بيخرجوا، ومن بعدها بيدخلوا كل يوم لمغاره او 2، وجينو بيخلص على الوحوش اللي فيها، ومستواه كل مره بيعلى عن المره اللي قبلها، وبيقدر انه يشتري بالمكافآت اللي النظام بيديها له اسلحه اكتر لحد ما بيجي له اشعار انه وصل للمستوى المطلوب، وعشان كده لازم يجتاز مهمه تغيير وظيفته. فبيعرف يو انه هياخد اجازه بكره، فيو اتصدم وعرف انه اشترى 3 مغارات من المستوى سي بكره، وبيساله ابيعهم، فجينو بيطلب منه ما يبيعهمش. وفي نفس الوقت بيكون في موظف في وكاله صيادين كبار اسمها النمر الابيض بيراجع كل مغارات المستوى سي، وده لانه كان عايز يشتري اي مغاره منهم لصيادين جمعيه النمر الابيض، وكان مستغرب ان يو بيشتريها كلها، واستغرب اكتر لما عرف ان جينو من ضمن فريق يو، فقرر انه يراقبهم ويحاول انه يضم جينو لوكالته. وبعدها راح لمغاره من المغارات اللي يو اشتراها، وساعتها شاف الصيادين وهم قاعدين قدام باب المغاره، واتفاجئ لما عرف ان جينو بيدخل المغاره وبينهيها لوحده. وبالليل راح لجينو وطلب منه 10 دقايق من وقته، وطلب منه انه ينضم لجمعيه النمر الابيض. فجينو عرفه ان يو عرض عليه 30 مليار، وعرفه انهم لو هيقدروا يديله مبلغ اكبر من ده هيسيب يو ينضم لهم. وساعتها الموظف اتفاجئ بالمبلغ واكد له انه هيرد عليه بعد ما يرجع لرؤسائه. وساعتها جينو استخدم قوة تخفي وجرح الموظف في وشه وساله انت بتدور ورايا ليه؟ ومن غيرك يعرفني؟ فبان عليه الخوف واكد له ان مفيش حد يعرف حاجه عنه غيره هو وسكرتيرته. وهنا جينو ظهر وفهمه انه مش عاوز حد يعرف عنه حاجه، وبعدها عرض عليه انه يشتري 3 مغارات من المستوى سي مقابل 600 مليون، وفهمه انه يقع يشتريهم بمبلغ اكبر، فوافق انه يشتريهم، وساعتها خلاه يشرب مشروب عالج جرحه وسابه ومشي. وتاني يوم الموظف بيكتشف ان سعر البوابات اقل بكتير من المبلغ اللي اتدفع فيهم، وان جينو خدعه. وفي اللحظه دي بتجيله رساله من جينهو وبيعرفوا فيه انهم دلوقتي متعادلين، وبيطلب منه ما يدورش وراه تاني. وساعتها الموظف بيكون مبسوط جدا لان رقم جينو بقى معاه. وتاني يوم بيروح جينو للمكان اللي هتفتح فيه البوابه، وساعتها بيفتكر انه ما عملش المهام اليوميه عشان كده ما خدش مكافآت، فبيقرر انه يخلص مهامه اليوميه بعد ما بيخرج من المغاره. وهنا البوابه بتظهر فبيدخل جينو للمغاره، وفي نفس الوقت بيكون يو بيتعشى مع ابوه اخوه الكبير سونج. وقتها بيكون جينو وصل لممر طويل، وساعتها بيجيله اشعار بيعرف منه انه مش هيقدر يضاعف قواه ولا يستخدم قوى الشفاء، فبيندم انه ما انجزش مهمته اليوميه قبل ما يدخل للمغاره. وساعتها بيظهر له وحش اسمه الفارس، وبيكون لابس درع مغطي جسمه كله. فجينو بياخد خنجر من مخزن النظام وبيهاجم الوحش بيه، لكن الخنجر ما بيأثرش فيه، فبيفتكر لما خلص على التعبان الضخم بايديه، وبيستخدم نفس المهاره وبيخلص على الوحش. وساعتها بيتفاجئ بظهور عدد كبير من الوحوش شبه الوحش اللي قتله. وبنرجع مره تانية لابو يول اللي بيسأل سونج اذا كان قدر يضم صيادين من المستوى اس للوكاله بتاعتهم، بيعرفوا انه لسه بيحاول. وهنا سونج بيأكد لاخوه انه عارف اللي هو بيحاول يعمله عشان يدير هو الوكاله، وبيطلب منه ما يحاولش لانه مش هيسمح له ان هو اللي يدير الوكاله. وفي نفس الوقت الوحوش بيهاجموا جينو وبيستخدموا قوه التخفي، لكن جينو بيدافع عن نفسه وبيخلص عليهم واحد واحد. وساعتها بيلاحظ ان في بينهم اكتر من ساحر، لكنه بيقدر يخلص عليهم كلهم، وبتكون مكافئته من النظام درع خفي يحميه في معاركه. وبعدها بيكمل في طريقه ناحيه البوابه، ولما بيوصل هناك بيفتح البوابه بيدخل لقاعه ملكيه، وهناك بيكون في مواجهه قائد الفرسان إجريس القرمزي. وفجاه إجريس بيهاجم جينو، فجينو بيتفاداه، ووقتها إجريس قدر انه يدمر عمود بضربه من سيفه. وبالرغم من ان سرعتهم كانت متساويه الا ان إجريس كانت ضرباته قويه جدا وبتدمر المكان، فقرر جينو انه يهاجم إجريس بايديه، فرمى خنجره، وساعتها إجريس قبل التحدي وهو كمان رمى سيفه. وفي نفس الوقت رئيس وكالة الصيادين بيودع النائب بتاعه قبل ما يروح هو ومجموعة من أقوى الصيادين عشان ينتقموا لزمايلهم اللي اتقتلوا في جزيرة جيجو. وقتها كان جينو مش قادر يصد هجمات إجريس، ولولا الدرع الخفي كان مات بسبب ضربات خصمه القوية، وما بيلاقيش قصاده حل غير انه يستعين بمهارة من النظام عشان يسرع نفسه. وبعدها هاجم إجريس والقتال بينهم بقى رتمه سريع جدا.
وحاول جينو انه يضرب اجريس بقوه في اماكن كتير في جسمه، لكن ضرباته ما كانتش بتاثر فيه، بعكس ضربات اجريس اللي كانت السبب في ان جينو يتصاب بجروح كتير لدرجه انه ما بقاش قادر يتحرك. وهنا اجريس استخدم مهارته في تحريك الاجسام عن بعد وقدر يوصل لسيفه ورفعه عشان يقتل بيه جينو. وساعتها طاقة الغضب اللي جوه جينو خلته يقدر يتحرك مرة تانية، وهاجم اجريس بقوة جبارة وقدر انه يهزمه ويخلص عليه. وساعتها بيجوله من النظام اشعار بان ليه 4 مكافآت، المكافأة الاولى بتكون 1.5 مليون قطعة ذهبية، والمكافأة التانية بتكون خوذة اجريس. وساعتها جينو بيكون سعيد جدا لان دي اول مرة يمتلك ادوات من المستوى اس، ده غير انه بيخفض نسبة اصابته بالتعب في اي معركة ل 20%، ويقدر لابسه طول الوقت من غير ما حد يشوفه لانه مخفي. والمكافأة الثالثة بتكون حجر اسم جر الروني وما بيبقاش عارف ايه استخدامه بالظبط. والمكافأة الأخيرة بتكون حجر آني بينقله من وقت للتاني في لمح البصر. وفي اللحظة دي بتظهر بوابات كتير وبيشوف إشعار بيعرف منه إن في وحوش كتير هتهاجمه في نفس الوقت، والمطلوب منه إنه يفضل صامد لأطول وقت ممكن في المعركة. وفجأة بتخرج من البوابات وحوش بأعداد كبيرة جدا وكلهم بيهاجموه، فبيدافع عن نفسه وبيقتل عدد كبير منهم، لكن للأسف بيخرج أضعاف العدد اللي قتلوا من البوابات وبيحاصروه من كل اتجاه. ولما بيحاول يستخدم مهارة التخفي ما بيقدرش، وبيكون عدى 5 دقايق فبيحاول يستخدم الحجر الآني، لكن وحمل الوحوش بيضربه فالحجر بيقع من إيده وما بيقدرش يوصل له. وساعتها كل الوحوش بتهاجمه في وقت واحد، فبيعرف إنه مش هيقدر يخرج من المغارة وإنه يا قاتل يا مقتول، فبيستخدم كل قوته وبيقتل عدد كبير من الوحوش، لكن بتظهر وحوش تانية وبيضربوه بعنف. وفي اللحظة دي بيفتكر كل الصيادين اللي كانوا بيتنمروا عليه وبيأكدوا له إنه أضعف صياد في العالم وعمره ما هيتغير. وفي اللحظة دي بيشوف قصاده شخصيته القديمة بتتجسد قدامه وبيستهين بيه وبيقول له انت شكلك بس اللي اتغير، لكن من جواك انت لسه اضعف صياد في العالم ولسه قلبك ضعيف وهتموت دلوقتي. فبيأمره انه يسكت وبيروح يهاجم واحد من الوحوش، وساعتها الوحش بيمسكه من راسه وبيخبط راسه في الارض فبينزف بكمية رهيبة، والوحش بيرفع سيفه علشان يخلص عليه. وفي اللحظة دي بيجيله اشعار بانه ما خلصش مهامه اليومية، عشان كده هيتنقل لمنطقة العقاب، وبعدها بيتنقل للصحراء وهناك بتظهر له الوحوش، وفي خلال 4 ساعات بيكون خلص على الوحوش كلها. وبعدها بيشرب الادويه اللي بترجع له طاقته مره تانية، وبياخد خنجره من المخزن، وكمان بيستخدم قوه الحجر اللي كسبه بعد قتله لاجريس، والقوه دي بتكون انه يتحكم في الاجسام من غير ما يلمسها. وبعدها بيرجع مره تانية للمغاره، وفي نفس الوقت بيكون بقى الصيادين قربوا يوصلوا لجزيره جيجو. اما جينهو فبعد ما استعاد طاقته بدا يقضي على الوحوش المدرعه، وساعتها بيكتشف ان بين الوحوش في مجموعه من السحره هما اللي بيستدعوا الفرسان المدرعه ويستخدموهم كاسلحه ضده. عشان كده مهما قتل من الفرسان المدرعه عمر ما مستواها هيزيد الا لو قتل السحره نفسهم. وساعتها هاجم السحره وقدر انه يخلص عليهم كلهم. وفي اللحظه دي وحوش الفرسان المدرعين اتحدوا وكونوا وحش مدرع عملاق، وفي اللحظه دي جينو هاجم الوحش العملاق ودخل معاه في قتال شرس وقدر انه يتغلب عليه. فبيجيله اشعار بانه اتغلب على كل الوحوش، وجمع نقط كتير اهلته انه بيترقى لفئه اعلى في الوظيفه، والنظام هو اللي اختار له الوظيفه الجديده. وبعدها بيظهر له اشعار مكتوب فيه ملاك الموت بيتابعك في كل خطوه، واي طريق هتمشي منه هيكون مليان بالجثث وريحه الموت عمرها ما هتفرقك. ولانه دايما عايز يكون اقوى، اشباح وادي الموت بتتبعه في كل مكان، وعشان كده وظيفته هتكون مستحضر ارواح. فبيتصدم لانه عارف ان الوظيفه دي هي وظيفه نوع فرع من السحره بيقدروا انهم يستدعوا الاموات ويتحكموا فيهم. وساعتها جينو بيتصدم لان الوظيفه دي هتضعف مهاراته القتاليه اللي اكتسبها من النظام، والنظام بيبعت له اشعار بيساله فيه موافق على وظيفتك الجديده ولا لا. ففي الاول بيرفض، ولما بيجيله اشعار تاني بان مستحضر الارواح بتكون عنده قوه سريه بيوافق جينو انه يكون مستحضر ارواح. وفي اللحظه دي بيكتسب قوه مظلمه، والنظام بيبعت له اشعار بيعرفه فيه ان لقبه الجديد هو ملك الظل، وانه بمجرد حصوله على اللقب ده كسب 10 نقط قوه. وهنا بيسمع صوت ارواح الوحوش اللي قتلهم، وبيجيله اشعار بيطلب منه استخراج الظل، فبيدي امر للظلال بانها تفرق الجثث، فبينفذوا امره وبيقفوا لهم مستنين اوامره. فبيروح لجثه الفارس القرمزي وبيستدعي ظله، فبينفذ اوامره وبيخرج من جثه الفارس الاحمر وبيقف كقائد للظلال، وكلهم بينحنوا لجينو وبيعلنوا ولائهم ليه. وساعتها اتاكد انه بقى بيمتلك قوه عظيمه مفيش اي صياد في العالم بيمتلكها، وده معناه ان الاحداث الجايه هتكون اقوى بكتير من الاحداث اللي فاتت. وهنا بيخلص الموسم الاول. لو عاوزين نلخص الموسم الثاني قولوا لنا في التعليقات. سلام.